ده افضل وقت بحب اسافر فيه. صلينا الفجر الحمد لله واتحركنا على بلطيم. هنعدي الاول على مهندس هيثم في العباسيه عشان نسافر مع بعض. العروسه دي بقى هي اللي هنسافر بيها. مسكنا طريق بنها الحر، وقبل الكارته قلنا نجرب الشعراوي، ودخلنا كل واحد جاب حاجه يشربها. وعشان تتخيل قد ايه المشوار طويل، تعال اقول لك عدينا على ايه. وصلنا بنها، وبعدين مسكنا طريق اسكندريه الزراعي، ووصلنا المنوفيه وكملنا لاوسنا، وبعدين طنطا وتهنا فيها، ودخلنا المدينه من جوه ولفينا قد كده عشان نطلع على الزراعي تاني، واخيرا كفر الشيخ وبعد كده بلطيم. دخلنا المدينه ووصلنا عند البيت، وللاسف اتصدمنا صدمه كبيره قوي. هتلاحظ اول حاجه الطوب اللي مرمي في الموقع، والبنايين شغالين منه من غير بقى رص ولا شغل هندسي ولا اي حاجه خالص. لما سالت عرفت ان البنا بيتحاسب مع العميل على كميه الطوب اللي موردها، ففهمت انه بيزود نسبه هالك عشان يزود مكسبه. واللي اكد لي الموضوع ده اكتر، لقيته شغال كل الحوائط الداخليه 25 سم. للاسف مفيش ضمير، مفيش ولا تاكيس ولا تربيع، مفيش كنات، العرانيس مقاسها مش واحد، ومش متكحله كويس ولا ممليه كويس، ما قدش اصلا قبل ما يرفع الحوائط، ولا شغال على خيطان سواعي. انت متخيل؟ هو حضرتك بنا فعلا؟ ده غير